ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده الكمونية بطريقة سهلة، نفس طريقة الافراح بالظبط. ولو اول مرة تشوفوني، انا اسمي فاطمة ودي قناتي. ياريت ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واول حاجة معايا 2 كيلو كرشة منضفاهم كويس قوي ومغسولين، حطيتهم في مصفى بالشكل دوت. حطيت عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وعصرت عليهم ليمونة. تمام، اهم حاجة ان هي بتتنضف كويس وبتتغسل كويس قوي. وحطيت عليها معلقه صغيره من الفلفل الاسود وعصرت عليها ليمونه كبيره، وهسيبها كده في المصفى لمده 10 دقايق. بعد كده بجيب حله وبحطها على النار، واول الحله ما بتسخن معانا جامد هبدا انزل كده بكل كميه الكرشه بتاعتنا بالشكل دوت. بعد كده هغطيها وهسيبها كده على النار. من وقت للتاني هبدا ان انا اقلبها بالمعلقه بالشكل دوت كده. بعد كده هحط لها نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود اللي هو من غير ملح، وحطيت كمان حبهان وربع معلقه صغيره من الشطه الحمراء وبشره كده من جوز الطيب. تمام، واحط كمان ورق لوري، ومعايا كمان رشه كده من السبع بهارات، وحطيت قرن فلفل ويكون حامي، وهحط لها كمان فاين فودز حطيتها عليها كامله بالشكل دوت كده. هبدا ان انا اقلب الكرشه بتاعتي وهسيبها بقى على النار لغايه ما تتشوح خالص وتشرب ميتها وهتبقى معانا بالشكل دوت كده. بعد كده جبت بصلتين كبار ونعمتهم ونزلت عليها بالكرشه بالشكل دوت كده وهقلبها. هسيبها بقى كده واغطيها شويه. بعد كده جبت معلقتين كبار من الثوم ونزلت على الكرشه بالشكل دوت. هبدأ برضو ان انا اقلبها، تديها تقليبه كده بالشكل دوت. من وقت للتاني كده هنقلبها وهي على النار. بعد كده معايا كيلو ونص من الطماطم المفرومه، نزلت ربطها ونزلت بيهم بالشكل دوت كده. حطيت كده اول حبه انا فرمتهم في الكبه، نزلت على الكرشه وهفرم كمان شويه وهنزل عليهم. كانت كميه الطماطم زي ما قلتلك كانت كيلو ونص طماطم. تمام، نزلت كده بكل كميه الطماطم على الكرشه وهبدا ان انا اقلبها. ولو وصلتوا معايا لغايه هنا بقى، يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هقلبها كده وهسيبها واغطيها، ومن وقت للتاني هنقلبها لغايه ما تستوي تماما. تمام، بنسيبها طبعا الاول على نار عاليه لغايه ما تبدا في الغليان. بعد كده بهدي كده عليها النار تكون وسط مايله للهاديه. تمام، وهنا بقى كانت ما شاء الله الكرشه بتاعتنا استوت ما شاء الله. مش عايزه اقولك على الريحه كانت عامله ازاي. بدأت كده ان انا اديها تقليبه وادوقها، ما شاء الله لقيتها طيبه ومستويه والملح بتاعها كان مظبوط. بدأت كده ان انا اغرف طبق وكانت معايا بالشكل دوت. عايزه اقولك ريحتها كانت جميله وكانت قلبة البيت نفس ريحه الافراح بالظبط. جربوها بقى وقوليلي رايكم في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.